مساء الخير عليكم يا حلوين، مساء الخير يا احلى مبرمجين. وحتى انه في ناس قال لي يا اخي احنا بنشاهد الكورس ده الصباح، فما مشكله صباح الخير يعني لو كنت بتشاهد بالصباح ولو نص الليل نهار الليل يعني ولا شنو. ولا المهم، كيفكم يا اخي؟ مشتاقين والله يا اخي، اخباركم شنو؟ طيب يا جماعه، احنا الليله خلينا في المحاضرة اللي فاتت في ناس قال لي يا اخي ما ممكن انا الاري ده يا اخي لو عايز اخزن بيانات هي بتشيل لي بس بيانات من نوع واحد يعني عرفتها. فانا لو مثلا عايز اخزن عمري كويس، عايز اخزن مثلا جارتي يا اخي، داير اكتب اسم كراشي ذاته يا اخي تمام، ما ممكن انت تدخل لي الري ده ما بيشيل لي حاجه يا اخي. انا ما ممكن اكتب اسمي وبعده كده مع كلام ده ما بيجي يا اخي. على الريت بتشيل لي انه بياني واحد بس يا اخي. انا مرات بيكون عندي قروش يا اخي داير اخزنه في جسلان يا اخي، انت ما ممكن تجيب لي حاجه ما بشيل نوع واحد بس يعني. فالحل شنو يعني؟ قلت له والله يا عزيزي ما في مشكله، انا امشي ابحث واشوف اجي اشوف الحل شنو بالضبط كده للمشكله. وجينا لقينا كمان الحل بسيط جدا في حاجه اسمها استراكت. تمام، وهو استراكت ده stands for structures. الاستراكشر شنو يا جماعه؟ الاستراكشر ده انا بقدر بخط فيها انواع مختلفه من البيانات. انواع مختلفه من البيانات اخطهم جنب بعض. طيب ده قلنا بنسميه شنو؟ طوالي والله بنقول على داتا ستراكشر. كويس، هيكل بتاعت بيانات بخط فيها انواع من البيانات المختلفة في مكان واحد وجنب بعض في الذاكرة. تمام، الحاجة دي الاري ما بتيه لي. كان قبل كده استوردنا الفيكتور، برضو الفيكتور ما بتيه لي لانه بس قلنا الفيكتور ده بيخلينا انا اقدر اعمل دايناميك اري، ما بيعمل لي حاجة تانية غير كده. طيب انا حاسوي شنو؟ والله يا اخي لا يعمل استرك ده. طيب يا حلوين، احنا كنا متفقين انه يا اخي احنا لما دايرين نجي نعمل اللي هو دايرين نعمل استراكت، فهنا او دايرين نجي نعمل اي حاجه فلازم نتاكد هي بتتكتب كيف، صح؟ طيب يا جماعه انا داير اوريكم انه الليله احنا ممكن نكتب حاجات برا الانت مين يعني، وبعدين نستدعي جوا الانت مين بدون اي مشاكل. تمام، اتفقنا في الحته دي. طيب يا جماعه على بركه الله نيجي نكتب الاستراكت. طيب اول حاجه انت في الاستراكت ده اكتب لي كلمه استراكت دي كده كويس، وتعال خالص هنا افتح لك قوسين زي ده تمام، واقفله. واي مكان تكتب استراكت طوالي اديو سيمي كولوم. ليه؟ لانه هو عباره عن فيريبل في النهايه، عباره عن متغير زي ما قلنا، هو حجز مساحه في الذاكره صح؟ احجز مساحه في الذاكره وات ايفر المتغير ده بيشيل جواه شنو. تمام، والطول بتاعه بيحددها الانواع البيانيه اللي هي قاعده في المتغير ده، سواء كان اري ولا سواء كان فيريبل عادي بريميتيف داتا تايب يعني. كويس، فبعد كده بجي هنا بكتب اللي هو الحاجه اللي انا عايز اعمله يعني. كويس، مش اللي عايز اعمله، بجي بكتب البيانات اللي انا عايز اخزنها. طيب باختصار شديد داير تعمل شنو؟ داير اخزن عمري كويس، وداير اخزن اللي هو اسمي تمام، وداير اخزن برضو خلينا نسمي، داير اخزن مثلا والله يا اخي درجتي مثلا في الانجليزي يعني. تمام، ما عندي مشكله، انا ما كنت بقفل الانجليزي كمان. طوالي بجي بكتب انت age كويس، طوالي انت age بعديها النيم بشنو؟ بالسترينج نيم، واللي بعديه اللي هو char مثلا اللي هو مارك. كويس، يا الله ده قلم وين ده؟ دي ثلاثة أنواع بيانية مختلفة يا ستينج، هنا قبل كده ما مر بين الحاجة دي أصلا. ما ده الاسترجاع يا حبيبي، بتخزن فيها أنواع مختلفة من البيانات عشان ما تقدر تستخدمها هناك. كويس، أنواع مختلفة من البيانات تخزنها في مكان واحد. أيوة نحن الماشيين اللي يعني الدروس الجاية كلها كده أنواع مختلفة من البيانات أخزنها في مكان واحد. ما هي دايرين نعمل برامج عزيمة يا جماعة، فما ممكن أجي أخلي الحاجة دي. هل دي وأنا أخلي الأري والفيكتور؟ لا 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 طبعا ما بتخلي الأري والفيكتور والله. الأري والفيكتور بيجي بلاقوك يعني وبتجي، إنما بتشيل ديل ذاته بيجيهم يتخزنوا في المكاتب ديلك يا معلم. طيب نحن بعد ده الديفينيشن بتاعه كويس. طيب بعد ده شنو؟ بقول اكسس اليمنت، لكن قبل ما نعمل اكسس اليمنت فانا عايز شنو؟ عايز الاليمنتس، عايز الاستراك ذاته بعد اجي اخزن فيه. طيب عشان انا اخزن، طيب انا انشات استراك صح؟ طيب استراك ده هو شنو؟ هو نوع بياني صح؟ عنده جوا مجموعه من البيانات. طيب النوع البياني انا اعمل له شنو يعني عشان اقدر اخزن فيه بيانات؟ اشير له بفيريبل يا جماعه، الموضوع بسيط جدا. الفيريبل اللي انا داير اعمل منه الاستراك شنو؟ ستودنتس. تمام، ستودنت واحد. تمام، ده ستودنت واحد، موضوع بسيط جدا. طيب انا انشات فاريبل ستودنت واحد صح؟ طبعا بنخطه بالجنب ده يعني، فما تستغرب يعني. عادي عادي بنخطه هنا، عادي بنخطه بجوهر يعني. انت مشكلتك شنو يا عزيزي؟ خلينا نخليه يكون قاعد يعني. طيب بعد ده بنعمل شنو؟ طوالي بنيجي نقول له اللي هو ستودنت كويس واحد دوت ايج يساوي 28. تمام، وبجي بقول له اللي هو ستودنت واحد دوت نيم
بتساوي كم؟ بتساوي برضو اللي هو كم؟ عفوا، بيساوي، أنا أكتب مصعب. الله. طيب بعديها ممكن اقول له student دوت مارك. كويس. يعني انا الانجليزي ما كنت بجيب فيه اقل من ايه يعني، ما اقدر لك كلام. طيب ده كلام جميل جدا، احنا قدرنا خدنا العناصر. طيب العناصر اللي اتخزنت وين؟ بالمناسبه كلها اتخزنت جوا الستودنت الواحد ده. لو ملاحظين هنا قلنا له ستودنت واحد، ستودنت اثنين، ستودنت واحد، ستودنت واحد ايج، ستودنت واحد نيم، ستودنت واحد مارك، صح؟ كلهم واحد واحد خزنتهم في اللي هو الفاريبل اللي كان اسمه ستودنت. طيب كويس، انا خزنت كل البيانات دي، انواع مختلفه من البيانات خزنت في مكان واحد. احنا الليله ما واخدين حاجه متقدمه. طيب انا عايز اعمل شنو بعد ده؟ بعد عايز اطبعهم طبعا، اكيد ترى اشوفهم في الشاشه. يعني انا هعمل بيهم شنو يعني؟ قاعدين زي الشاشه دي طبعا شايفها سوداء هنا يعني، بس ما عنده خير. بريس انتر تو اكزيت كونسول يعني. طيب ما في مشكله، بنجي نعمل سي اوت حقتنا لان هنا اصلا عارفينه. وبعد ده بنجي ونجي نتبع الحاجه اللي انا الحاجه اللي انا عايز اتبعه برضه في نفس الاثنين هنا. بجي بقول له انت ايج. تمام. في زول قال لي عمرك كم؟ بقول له جدا ما عندك مشكله، بشوف العمر بتاعي. كويس. وبعد ده بجي بقول له اللي هو شنو اتبع عليه. طيب ما في مشكله، انا طوالي ابقى معاكم زول لطيف شويه واتبع عليكم كل الحاجات دي، عشان لانه اصلا عندنا ازمه ثقه يعني. فاي حاجه بس تطلب مني اثبات يعني، انا ما متضايق من الحته دي. والله يا اخي عيوني لكم يا اخي، ما في مشكله. نيم بعديها طيب دوت مارك. مارك زوكربيرج، ما في مشكله. وتبقى انت بتشاهدني من وين، ما مشكله. طيب ايج 28 كده كده. طيب شوف سبحان الله، حاجة جميلة جدا، ثلاثة أنواع مختلفة من البيانات مخزنهم في مكان واحد. أنا طيب في زول بيقول لي يا أخي أنا ده ستودنت واحد بس، أنا داير أخزن أكتر من ستودنت. هل تاني أجي أعمل استراك من جديد؟ تعمل استراك من جديد ليه يا عزيزي؟ أنت عندك استراكشر جاهزة. ما هو ما مشكلة، أنت ما ممكن عندك بيت جاهز تمشي هنا لسه فاضي بتمشي تأجر بيت تاني يعني، مالك ما قادر تخوض مرتين في محل واحد يعني. بحطهم لك أنا الليلة ده ستودنت اتنين. تمام. طوالي هنا بس بيجي بعمل كوبي بيست. وانا انتوا ما تعملوا كوبي بيست يا دول. كوبي بيست ده مسموح لي انا بس، انتوا ما مسموح لكم نهائي عشان نكون واضحين. بس بيجي بغير هنا. اوكي. يعني انا اغير لي اسم الحاجة يعني. والحاج برضو كان شاطر في الانجليزي والله، والله يا اخي. الحاج ده انا عارف عمره كم كان يعني، فالله يرحمه يعني. كان اخر مرة لقيته يمكن 38 سنة والله اقل من كده. عموما ف نيجي نتبع برضه ستودنت اتنين اي اتنين. طيب كويس. ما في مشكلة، أنا في الحتة دي ممكن أفصلهم يعني، لأنه في ناس بتقول لي أنت كلامك ده يمكن ما صح. يمكن الحاجة دي صدفت معك ساعات، ممكن الناس بتفصل بالنجوم يعني. ما مشكلة. هاي شوف رصيدك معلوم ما فرق. انت عين. تمام. نشوف ده براو، ده براو، علي براو، مستين براو. طيب كويس. ده كلام جميل. طيب لحد هنا كده أنا لو عايز أخزن اللي هو زي ما بقوله يعني كده انا عندي اس تي دي واحد وعندي اس تي دي اتنين. طيب هل انا اقعد اتبعهم بكود واحد زي ده لمتين؟ ما احنا ممكن اعمل فور لوب واحد يتبع لي الكلام ده، صح؟ طيب كنا بنعمل شنو يا جماعه لما دايرين نجي نلم مجموعه بتاعت الطلاب في مكان واحد؟ ده مجموعه بتاعت الطلاب يعني، اي طالب كان عباره عن كائن براو. كويس. اسم براو يعني. طيب هو زول براو زي ما بقولوا. انا عمل شنو؟ كنا بنجيهم بخطهم في اري والله عشان نسلهم في مع بعض يعني. الري ده كان حاجه كبيره جديد، بخط فيه المجموعات البيانات بتاعي وبصل لك، هو بيشيل مجموعه بيانيه واحده. كويس. فحسي حاليا هو حيتعامل مع الاستراك بتاعي على اساس انه مجموعه واحده، لكن في الحاله دي هو ما بيقدر يتعامل معه. تمام. لانه انا ده كده ما عملت انستانشيت مباشر كده للاستراك ده. فبالطريقه دي ما هقدر اعمل له لوب، ولا هقدر اتبع العناصر بتاعه جواه. فيلا في كونسايز، في حاجه كده اسمها كونسايز واي. كويس. انا هو ده كونسايز واي دي من نساء يعني، لكن عادي جدا انا ممكن في الحته دي اجي اعمل الاستراكت. اخد الاستراك بتاعي ده عباره عن ستودنت. كويس. وبعد ده بجي هنا بعرف variables من نوع struct. كويس. بعرف ال variable من نوع struct. طيب انا لو داير اعرف variable بناء على حاجه، بجي بكتب اسم الحاجه بتاعي وبجي بكتب ال variable بعد ده std واحد. كويس. عرفتها. وبعرف student برضه std اللي هو اتنين. ظابط. طيب كلام جميل. ناخد الكلام الجميل ده ونجي هنا نغير بس مكان
هنا بس اخليه اس تي دي واحد، اس تي دي 1. كويس. اس تي دي 2، او برضه 1 معلش، اس تي دي 1. وهنا 1، واجي هنا برضه اقول له اس تي دي 1. وهنا اجي اقول له برضه اس تي دي واحد. وهنا برضو اخليهم اس تي دي اللي هو واحد. تمام، ده كلام جميل ومؤسس، ولو جيت حاولت عشان اطبعه اعتقد انه ما هلاقي مشاكل يعني. تمام، ما في مشاكل، ده كلام جميل جدا يا مان، وما في يعني ده كله كلام طيب. طيب انا اعمل شنو؟ اكرر للمره الثانيه عشان اقوم اغزن الاثنين استراك بتاعي ده في الري واحده، اوريكم انتوا تقولوا ما بيبقى، انا قلت لكم بيبقى، انتوا قلتوا ما بيبقى، انا قلت لكم بيبقى، فبدا نشوف الكلام ده بعد شويه. طيب ده رقم اتنين، ده اوكي، ده كله اتنين اتنين. وفي نفس الوقت طيب انا ممكن اجي اغير هنا زي ما قبل قلنا 38، اجي اغيره الي، والحاج كان شاطر في الانجليزي يعني فممكن نخليه. وهنا ممكن نفصلهم يعني بحاجة كده لطيفة زي الستارز وكده. كويس، فممكن اوكي داش 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 كده 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 زي ده. فعدات خضاب كده ما عندنا مشكلة. تمام كده جلم، ده كده كلام جميل جدا. وصلنا لحد الحتة دي يعني. كويس، ايوه كده طبعتهم الاتنين، شفتوا الحلاوة دي. يلا بعد ده انا عايز شنو؟ عايز الاتنين ديل اطبقهم بيقعد، ما انا ما ممكن اقعد طيب نفترض انه مثلا انا عندي تاني عندي تاني زيادة طلاب يعني، ما مشكلة، انا تاني بعرف ستودنت تاني بيجيب في الناس اللي ما كانوا بيدفعوا قروش من السعيد اس تي دي 3. ده ممكن يكون نسر الدين يعني، اصلا حرامي معروف في حلته. تمام، فممكن اجيب اعرف هنا، اقول لهم اس تي دي 3، وهنا اس تي دي 3، اس تي دي 3، وهنا نصر الدين، نصر الدين. وكانت طبعا بليد في الانجليزي يعني الصراحة، اللي مين بينجح فبقوم بديه السي يعني، مشكلة مجاملة ساي. وهو والله يا اخي بكون 30 سنة كبير هو. كويس، طيب انا عندي كمية بتاعت ناس زي ده داير اتبعهم، انا ما ممكن اقعد كل مرة اجي اكرر الكود بتاعي ده، واقعد برضه اجي اكرر الكود بتاعي هنا ده كلام فاضي سهل. لكن طيب الحاج ده تندي بيه يا زول. ما ممكن انا وقت تقول لا اقعد اكرر الكود بتاعي ده يعني في السي اوت. طبعا انت في البرمجه مفترض تعيد نفسك يعني. تمام، فرايكم شنو نقوم ناخد الحاجه دي اللي هو في الري كده جميله ونتبعهم كلهم ما بعد بفور لوب الحلاوه اليوم ده يعني. الناس قالوا جدا يا ستيج ما عندنا اي مشكله وامضي خدهم يا معلم. طيب انا كمان بقول لكم والله ما في مشكله. اللي هيحصل بعد كده هاجي اقول لهم انتوا طبعا زي ما كنتوا عارفين انا لما داير اجي اعرف اللي هو آه اي الري بجي بعرف النوع البياني بتاعه صح. طيب النوع البياني هنا او النوع البياني بتاعه هنا عبارة عن variable، ده الفاريبل student ده اللي هي بتشير للاستراكت. فكان عندي variable student من نوع استراكت. كان زمان مثلا بقول له string كده، لا هسه انا بجي بقول له students. كويس، ما بيقوا طلاب كتير يعني. كويس، بعد ده بجي بديه الطول بتاعه صح. يلا ده عندي كم؟ ده عبارة عن ثلاثة، فبجي بديه ثلاثة هيساوي لي شنو؟ ولا تعذب روحك كتير طوالي، جيب نزل الكلام ده زي ما هو اس تي دي واحد، اس تي دي اوكي، اس تي دي اتنين، اس تي دي ثلاثة. تمام، ده كلام جميل يا فردة ومؤسس وما في أي مشكلة. كويس، يلا أنا داير أتبع واحد من عناصر الأري ده عشان قبل ما نمشي نعمل فور لوب جدا يا عزيزي، ما عندك أي مشكلة. تيجي تكتب اللي هو الستودنتس بتاعك ده، وبتيجي تديه داير تتبعه تتبع اندكس صفر صح. هو اندكس صفر. يلا هو ما هيقدر يجيب لك كل العناصر اللي فيه، انت لازم تعمل لوب وتتبعهم كلهم. فبالتالي تيجي توريه داير تحصل ليه شنو. قبل مش قلنا بنجي نقول اس تي دي 1 دوت اتش، هنا برضه بجي بقول له اس تي دي 1. كويس، او ما بقول له استديوم طوالي بقول له دوت اتش كده. كويس، ما خلاص انا خليت حاجه كده بيشير له من هنا يعني. هنا انت لاين، وانا جينا نحاول نتبعه. تمام اوكي، هم ثلاثة اندكس صفر جاب لي. طبعا لما نقول له اندكس صفر هنا قلت له اندكس واحد طوالي هيجيب لي امور منو الحاج نصر الدين كبير السن ده اللي هو 33 سنة ده طوالي. لو داير تعرف برضو نيم برضو هيجيب لي شنو؟ هيجيب لي النيم يعني. تمام، لكن طبعا هنا كنا جميلين جدا وبنحاول ان نتبعهم كلهم يعني. فبالتالي طوالي كنا بنجي نعمل فور
يا اما بالتراديشنال يا اما بال اسمه ده، يا اما بالتراديشنال اري ولا بالتراديشنال فور لوب او بالليجاسي فور لوب. الليجاسي او المودرن او التراديشنال يعني ليجاسي او مودرن براو، فاهم؟ نيجي نشوف اللي بنعرفه ده. زي ما هنا بتجي توريه النوع البياني، مش النوع البياني، بتجي تحدد له الاندكس بتاعه. وهنا بتجي تقول له اللي هو اي ده كان اقل من شنو، اقل من 3، لانه اوريدي الموضوع ده موجود. طيب عندي اي بلس بلس، اعمل لي ابديت في كل مره يعني. طيب هنا بعد ده هيحصل شنو؟ حاجه اقول له سي اوت. كويس. هتتبع شنو؟ والله هتتبع ستودنتس. ستودنتس هتتبع شنو؟ والله هتتبع هنا آه هتبع اللهم صل على محمد، هنا هتبع اندكس اي دوت age هنا. كويس. انت لاين. وتاني دار تتبع شنو في نفس السطر ولا تحت؟ انا دار اتبع في سطر تحت. دار اتبع اندكس، كان اندكس دوت age، هنا اندكس دوت نيم، وهنا اندكس اوكي، هنا age وهنا نيم وهنا اوكي. هنا ممكن اقول له مارك. تمام. فهيجي يتبع لي اول واحد مع الماركس بتاعه، يبدا يمشي ويجي ويجي لحد ما شنو يخلص لي الناس دي كلهم. طيب هنا اللي هو اول حاجه تبع لي. طيب وين هنا؟ اوكي اوكي اوكي. طيب اللي وينه هنا؟ طيب نصر الدين 30، نصر الدين سي. اوكي. طيب بي علي 38، علي بي 28 هنا. طيب ده كان يعني مشوش لي هنا ده يعني. انا حتى شكيت في قدراتي يعني الصراحه، والله والله الصراحه يعني شكيت. امك انا سويت شنو هنا؟ امك انا مشيت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الحق الحق الحق. حريق يا معلم حريق. الشغله دي كانت هنا يا اخي. not declared. كيف ما declared يا عزيزي؟ كيف ما declared يعني؟ ما تقول لي you have commented يعني. طيب ده كلام جميل جدا، وده حاجة لذيذة يعني. فإذا كنت بتحب إنه تفصلهم بعلامة بتاعت النجوم الجبال، فوالله يا أخي ما كان عندنا أي مشكلة، وأنا بكتب لك يعني. أنا عندي منو غيرك هنا. كويس. بكتب لك والله طوالي يا صاحبي. طيب يعني عندي incline بالطريقة دي، وكله ما يجيب هنا ينتهي له ويقوم يديني. يعني طبعا انا شايفك انت يعني بتحب الفلسفه شويه، بتقول لي يا اخي خليها تكون بفوق برضه عشان الشكل يكون جميل وكده يعني. كويس. ما في مشكله، ما في مشكله. ما في، بنكتب عليك بنكتب على امك، لكن كمان ياهو بيعمل الاثنين يعني. لانه كل واحد بيعمل وراه هنا، لكن انا ممكن ابقى شفت شويه واخليه يكون بفوق يعني. عرفت؟ رايكم شنو اجيبها له بفوق؟ انا اقول اجيبها له بفوق فيا حيكون عنده كده وكده يعني. عرفت؟ شوف الشكل الجميل اللي بجيبه منه. ايوه حلاوه والله العظيم. طيب. لحد هنا ده الموضوع ببساطة جدا يا عزيزي. كيف يكون عندي اللي هو الري وبالجمال ده يا معلم. لكن انا ما داير الكلام ده كده. ليه؟ لانه انا مرات ما متاكد يا زول الطول بتاع الري بتاعي ده بكون كم. عرفتها؟ ما متاكد والله طوله ده بكون كم. فبالتالي انتوا لو متذكرين كنا بنستخدم حاجه كده جميله جدا اسمها فيكتور. اتمنى يكون انتم متذكرينها. فيكتور. فيكتور زي ما قلنا بنجيب الحاجه دي في كيرلي بريس وبنقوم بنشيل منه بس. الموضوع بكل بساطه يعني. بقوم بشيل منه الاطوال بس، فانا ما متاكد من اطواله ده يبقى كم يعني. بشيل منه الاطوال ومن دون يعني اي مشاكل انا بجي بتبع لي يعني. هسي افترض انا جيت في زول تاني برضه كبير سين واحد كده بيسموه سعيد، برضه ما اعرف له يعني. ما كان برضه في الانجليزي تعبان يعني. فسعيد ده بيجيب دي يعني. عرفتها؟ هو بيجيب دي. سعيد بيجيب دي يعني. هو برضه حاجة يعني ممكن 30 سنة ما مشكلة. فبالتالي هسه لو جينا بقى سعيد برضه حينتبه يعني من دون أي مشاكل. هذاك سعيد برضه انتبه يعني بدون أي مشاكل. عرفت ليه أنا أستخدم الفيكتور في حالة إنه عايز أغير. لكن طيب أنا داير أعمل حاجة هنا، داير أفلتر الناس دي، أشوف في حالة إنه الزول ده بس جايب لي شنو، جايب لي طيب انا وهو ونصر الدين الاتنين يجيبوا دي، انه كلهم تعبانين في الانجليزي. عرفتها؟ بديم دي يعني. طيب انا داير افلتر بقول له اف انه كويس الاي بتاعي اللي قدامي ده كويس، او اصلا بقول له ستودنت. وين هو الستودنتس؟ ايوه. والله هو شنو هو؟ ايوه الستودنتس اي. كويس. ستودنت اندكس اي بتاعه ده اللي هو كان دوت مارك. داير اجيب الناس الجايبين دي يساوي اللي هو دي. قوم شنو اطبع عليه الكلام ده. كويس. لو كان الستودنت لو كان الاي ده دوت مارك، او لو كان في زول من ديل جايب دي
قوم أتبالي بس فلتر لي الناس الجايبين دي فقط. أنا ما داري زول ما جايب دي يعني. فاللي هو كان جايب جايب بس سعيد يعني، سعيد جايب دي، وفي نصر الدين برضو جايب دي يعني. تمام. طيب students dot mark يساوي دي. طيب نصر الدين دي المفترض يتبع عليه نصر الدين يعني. طيب what the problem here؟ طيب يا شباب، طيب بي، بي جايبه علي. طيب مش ما هو اتنين بي. فدي حاجة غريبة يعني، عرفتها. أنا ما عارف يعني، انتوا كده لاحظوا معايا أنا في نصر الدين ده هو ليه أصلا اسمه ده ما داري يتبع مع الناس زي يا الله يا أخي، ما واحد كان يذكرني من قبل يا أخي، يقول لي أنت ما عملتها اللي هو اندكس، فده قام عمل اوفر رايت. كويس معاك، عمل اوفر رايت لدي القاعدة هنا ده، فعمل له اوفر رايت بسعيد يعني. نصر الدين كان ثلاثة، المرة الثانية طبعا أنا في حاجة نسيت أوريكم، إنه أنا هنا ما الدوال أو الفاريبلز دي ما كونست يعني، عادي جدا فاريبل عرفته فوق هناك بجي بعمل له اوفر رايت الصراحة يعني، عرفتوا. فيلا ده جا عمل اوفر رايت لدي، نحل المشكلة دي كيف؟ فنيجي نقول له student اوكي student std. كويس. هقول له for. كويس، اجيب فيريبل تاني وهنجي اقول له std. برضه for. والله الصراحة شككني في قدراتي يعني، فانت سي بجيت والله اشك في قدراتي شديد يعني. فالصراحة زورونا يعني على فيديو التبييض والكلام ده، عرفتوا. فعموما هما كده جايبين دي. كويس، هما الاتنين دول طيب يعني عاملين دي يعني، فأنا داير أتبع الاتنين دول، أتبع هؤلاء الرواسب يعني. يبقى الرسمة جايب دي. طيب يا أخي أقسم بالله العظيم أنا قلت الليلة مشكلة يا جماعة، ما واحد يوريني يا أخي، ولا أنت الدوران هنا عاملها أربعة بس يعني، بس عاملها أربعة، فبيجي بيشوف آخر حاجة دي ما بتجيبها يعني أنت، لأنه عامل. فيلا عشان الكلام ده أنا ذاته أخليه، كان قبل كده قلنا الأري بنقدر نجيبه بس سايز أوف صح، اللي هو سايز أوف، أو هقول له students دوت سايز. عشان يا اخي انا ما يقعد يعني، ما ممكن يا اخي انا اقعد يزيل فيني زي ده من الصباح يا اخي. ما صح يا اخي، لك الله بعد ده ناي ذاته يا اخي، لك الله اشوفه بعد ده هيتبعهم كلهم يعني، بس ترجع دي هنا برضه يمشي دي يعني، فترجع بس دي بتاعك، ما تستاهل البيزا. عذبت انا يا سعيد يا اخي، عذبت انا عديل كده يا اخي، عذبت ده ما جابوا انا الدور، لا اخليه يعني، لا 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 اقفل الاديتور ده اشوف كده ماله برنامج ده، فما ممكن يعني ينزل لك قدر ده يا جماعه. جا زول جايب دي يعني، مفترض ينتبه من قبل. فالخطأ الأول اللي ارتكبناه هنا يا جماعة كان إنه أنا عملت أوفر رايد للحاجة دي، ما انتبهت للقاها. الخطأ التاني قمت عملت شنو؟ دوران، أو عملت لوبس بإندكسات اللي هو أقل من المصفوفة الفعلية، فما قدر يتبع علي ما هو الحاجات دي كلها يعني. فبالتالي أنا هنا كان ممكن، وحتى ممكن إحنا نغير المارك يعني، ممكن نتبع الناس الأعمار هنا. فممكن اقول له ار دوت ايج، نتبع الاجايز يعني، نشوف الاجايز دي. كويس، اجي اقول له اذا كان الايج بتاعه اكبر من او يساوي اللي هو 30 يعني، فممكن يتبع لي الناس اللي اعمارهم كانت اللي هو اكبر من او يساوي 30 يعني. امك ده اقل من يعني، ايوه جايبني انا وسعيد يعني، انا سعيد تمشي مع الاجايز والله يعني، من بيساوي اللي هو 30 يعني، عرفتها. فده ما شاء الله تبارك الله، سو كلهم كبار السن، هي 30 شنو ما عارف ليه وبتاع. طيب انا داير ابحث عن اسم طالب طبعا، داير ابحث عن مش اسم طالب اللي هو كان اسمه، داير ابحث عن نصر الدين ده صح، فبيجي يقول له دوت نيم. اذا كان النيم بتاعه هيساوي الجردل ده نصر الدين، فشنو لو النيم كان بيساوي نصر الدين فقوم اطبع عليه الحاجه دي يعني. وات از ذس يعني. اه دي ما ممكن يساوي يعني، ده مقارنة وكده يعني. انتوا ما واحد ينبهني من هناك يعني، يقول لي انت غلطان. طيب هو نصر الدين هذا الجرد ال 31 سنة جايب لي دي في الانجليزي وكده يعني. فهكذا يا شباب، ده اللي هو الاستراك بتاعي باختصار شديد. انا بكون عندي كمية بتاعت بيانات داير اخزنها في وين كويس، داير اخزن بيانات مختلفة في مكان واحد يعني. في زول انا ما اعرف، لكن في زول بيجي بيقول لي يا اخي انا هناي دار الاسم ده انا دار ادخله بيدي يعني، ما ممكن انت تقعد تديني هنا. نقول لك والله جدا ما عندي مشكله، طالب بيجي بيقول لك سي اوت هنا انتر
او سيرش كويس فور ستودنت. ظابط معاك ده كلام جميل، ايوه تمام ما في مشكله. طوالي هنا حاجه اقول له اوكي، حاجه اقول له فيريبل، حاجه اعرف فيريبل بشنو بسترينج. كويس، اللي هو سيرش. سيرش كويس اس تي دي. ظابط. اخليه كده هنا حاجه اقول له طوالي سي ان. الله، سي ان اس تي دي او سيرش اس تي دي. كويس، سيرش اس تي دي، وهنا اخليه يكون شنو يساوي شنو سيرش اس تي دي ده. سيرش اس تي دي بعد ده جيت بقى، فمجرد ما اجي اشغل هنا بيجي بيجي يشيل الايدو وهيجي يسالني يعني انت اتبع الاسم الداير تتبع منو انت. انا داير اتبع نصر الدين ده ذاته صح. ف وين هو اسمه يا اخي، انا معلوم على وضع احفظ في اسمه ده. جيبه هنا. ما عندي طريقة. طيب بكتبك نص الدين. كويس، ايوه مباشر بيجيب لي نصر الدين يعني. ما عاجبك داير تبحث من شو، داير ابحث عن سعيد. سعيد ولا حزين؟ سعيد. كويس اوكي. طيب ده هو سعيد جايب لي كم 30 يعني. كويس، داير تبحث باسمه بالمناسبة، ممكن تبحث باسمه، ممكن تبحث عن الناس اللي جابوا الدرجات تستخدم السي ان والحياة اللطيفة دي يعني. بس احنا ان شاء الله اذا جينا خشينا الفانكشن في حاجات كتير بتظبط يعني. انت الحياة اللي بتشوف حاليا بنكررها كتير دي ممكن نختصرها بس نختصرها في حياة بسيطة جدا يعني. حتى ده برضه بالمناسبة لو انت عايز تملأهم فهنا بس std طوال السي ان اس تي دي اتش كده يعني بنعبيهم يعني. مجرد ما شرط انه شنو انت لازم تعمل لهم اسايننج من البدايه يعني. باختصار شديد في المحاضرة ده يا جماعة قدرنا تعرفنا على الاستراك كود نيم ما هو إلا عبارة عن بقول يا أخي قول صندوق يا أخي قول بوكس قول أي حاجة نوع بياني بيتكون من مجموعة بيانات مختلفة جروب of varied data types بخزنهم في مكان واحد يعني. تمام. ضابط معاك الديفينيشن بتاعه عرفناه وكيف نأكسس للإليمنت بتاعه عرفنا كده. وقلنا ممكن نعرفه خارج الانت مين ما عندي أي مشكلة. ضابط معاك ونستدعيها جوا. ضابط عرفنا طريقتين اللي بنعرف بيه. بعد ده قلنا ممكن يكون عندي مجموعة بتاعت ستراكس وقوم بخطهم وين، وقوم بخطهم في داتا تايب او بجي بخطهم في اري. تمام، ممكن اخطهم في دايناميك اري ولا فيكسد اري. الفيكسد اري احنا عارفين العيوب بتاعها طبعا. طالما اصلا هم طلاب ما ممكن اعمل فيكسد اري عادي جدا. بعد 3 ولا بعد 4 5 يوم يجيني طالب جديد اصلا ما كان موجود وممكن اسجله معاهم يعني. فما ممكن ده انا احدد فيكسد اري فده في السيستم ما كويس. اللي قدام ظابط عرفنا الكلام ده. قلنا بنستخدم بدل الكلام ده نستخدم فيكتور لانه هو مرن شديد بتحلى يعني. وهنا برضه لما نعمل فور لوب لانه كان بنغلط كتير فبنقوم شنو نتجاوز الغلط ده في انه يا مان نعمل له حاجه كده بفوق. نقوم نستخدم الميثود الموجود جاهز السايز. بالنسبه للموضوع الميثود والفانكشنز يا جماعه الدرس بتاعه جاي درس رهيب وجميل شديد وانا بحمسكم منه لحد الوقت ده جايزه اللي يجهز صبارة القهوه بتاعه. خلال 3 يوم ولا 4 يوم إن شاء الله هتدرس ده بسلكم، لكن بنمشي بالراحة بالراحة أصلا ما نستعجل. لأنه كده كده في حاجة اسمها دين برمجي تمشي لقدام. أنت حاجات ورا ما ظبطتهم تضطر تاني تجي ترجع تراجع الورا ديل. تجي عشان تراجع الورا ديل كمان بتثبت الأمور. بتمشي لقدام تلقاه نسيته، تمشي تركز مع القدام تجي الورا تلقاه نسيته. يا أخي أنا ما دايرك تدوم تحوم في الدوامة دي. ثابت معك؟ طيب يا جماعة أنا دايركم بعد شوية أي زول فيكم يقوم يجي شنو يعمل لي حاجة واحدة بس ظابط معاكم. تجي تدخل لي اللي هو أسماء بتاع ناس بيتكم كلهم. أي زول عبارة عن كاين برا تدخل اسمه رقم تليفونه والحاجات دي كلهم تعملهم في استراكت. تيجي تعملهم في داتا تايبس كده وتسميهم هاي فاميلي. أنا دايرك تتبع لي الفاميلي بتاعك الليلة يا مان وترسلها في الجروب بتاع المشاريع. ما تنسى يا جماعة من هنا لغاية ما ألقاكم أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وما تنسى الشير واللايك يا مان لأنه ده بيحمسنا وبخلينا نواصل لقدام. في نفس الوقت برضو نقدر نبدأ ونقدر شنو نطلع أفضل ما عندنا. أيوة الحلقة طويلة شديد تعذرون على الموضوع ده لكن احنا دايما مهتمين إنه أي شيء يسألكم بالتفاصيل يعني. مع السلامة.